الأمن يفكك عصابة إجرامية في مراكش. أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمدينة العتيقة الثلاثاء 4 أشخاص من ذوي السوابق القضائية في السرقات، بعد أن أظهرت الأبحاث الميدانية الموسعة تورطهم في تكوين عصابة إجرامية في قضايا سرقة الدراجات النارية والسرقات بالخطف. أوضحت مصادر موثوقة من ولاية أمن مراكش أن الأشخاص الأربعة اعترفوا خلال التحقيق بسرقة 15 دراجة نارية، يعملون بعدها على تعديل هذه المركبات لأجل استغلال بعضها في السرقات بالخطف، في حين يفوتون الباقي إلى متعاطي السرقات بالخطف. حيث أظهرت الأبحاث الميدانية الموسعة تورط الموقوفين في تكوين عصابة إجرامية في قضايا سرقة الدراجات النارية والسرقات بالخطف، مشيرة إلى إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم عن امتدادات هذا النشاط الإجرامي وعن مشاركين محتملين، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.